أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية. وصلت بعثة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة. واستمرت الرحلة حوالي ساعة و40 دقيقة انطلاقا من مطار الرباط سلائل بمدينة قسنطينة. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وهذه الأبرز عنوانها. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. والآن إليكم التفاصيل. وصلت بعثة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة. وقاد البعثة المدرب حسن الفيلالي عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. واستمرت الرحلة حوالي ساعة و40 دقيقة انطلاقا من مطار الرباط سلائل بمدينة قسنطينة. يشارك هذا المنتخب في نسخة 14 من كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها الجزائر في الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو 2023. كانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أوقعت المنتخب المغربي في مجموعة ثانية بجانب جنوب أفريقيا ونيجيريا وزامبيا. أثى فوزي رقجع بأن الفيفا توصلت في الترخيص من قبل سلطات النظام العسكري الجزائري في ظرف لم يتعد ساعتين بعد التلويح شديد اللهجة من قبل رئيس الفيفا بتسليط عقوبات على الاتحاد الجزائري، حيث قامت الفيفا بتسليم الجانب المغربي تخصيص طائرة خاصة بنقل البعثة المغربية. ويعتبر هذا مكسب كبير للجامعة الملكية لكرة القدم بعدما تم تركيع النظام العسكري الجزائري وإجباره مرغما على قبول الشرط المغربي السفر بشكل مباشر، وبالتالي كسر الحظر الجوي المفروم من طرف الجزائر. وبهذا ينتهي نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.